السلام عليكم يا حبايبي. هنعمل مع بعض كبد وقوانص ورز حبة وحبة وهنقلي فلفلة. ده فيديو ايه النهاردة. دي الكبد هيبقى قطعها اهي، دي القوانص هيبقى قطعها. دي كبد وقوانص فراخ بلدي. اه بقطع القوانص عشان ايه القوانص ديت ما بتستواش، الكبدة بتستوي بسرعة قبل القوانص. هسلقها شوية قبل ما ما اعمل الكبد، وبعدين احط الكبدة حد شوية معاها برضو يبقوا صغيرين كده، وبعدين نحمرها بقى. دي القوانص هي كان انا اصلا متبلاها كنت منزلاها مع الفراخ وانا بغسلها ومتبلاها وعيناها في التلاجة يوم، يعني قعدتها يوم في التلاجة متبل. بقطعها عشان اعملها بقى ايه اعمل. أو اسلقها اول الكبد القوانص، كمونها وفلفل وشوية كزبرة ناشفة ونحطهم يقلبهم بقى، تقلب تستوي. لما تستوي وبعد كده نبقى نحط الكبده دي. الحاجات دي هحطها فيها برضه توم، دي توم وفلفله وشويه كزبره خضر نحطهم عليها. الكبد اهي بقى اما القوانص تستوى شويه هنحط الكبد تقلب معاها قلبه كده بس بسيطه، وبعدين نمسكهم نحمرهم بقى في الزيت ونعمل مع الرز حبه وحبه اهو. لقمة رز كده جنبهم حبه وحبه. وهنعمل فلفله هنشويها في الفرن برضه. انا ما بقليش الفلفل، انا بشويها تحت الشوايه، والبرنجان كله بشويه تحت الشوايه بقلوش في الزيت عشان ما ياخدش عشان ما ياخدش زيت كتير، عشان ما يتعبناش. دي اللي ده الرز اهوت حبه وحبه هنحمره، حبه نحمرهم وحبه مش متحمرين. ده رز حبه وحبه اهو بنحمره. والقوارص على البوتاجاز بتستوي، ولسه هنحط الكبده. ودي اهي الكبده اهي لسه دي القوانص بتستوي ولسه الكبده ما اتحرقتش. دي الفلافل هحطها في فرن تتشوي. هعكها زيت بسيط كده اهوت، نقطة زيت صغيرة مش كتير، واحطها في تحت الشوات بقلبها الجهادي والجهادي وبتشوى بتبقى جميلة اهي. تمام كده. كده يا جماله يا جماله. دي هحطها تحت الشواية بقى كده، وبعد كده هنشيلها نحمرها بقى ونقلبها الجهادي والجهادي تتحمر من ناحية ومن ناحية وتبقى جميلة. دي خلاص كده. خلاص الرز بحمر اهوتي، ودي القوانص اهيتي. دي الملح بتاع الرز والحمرات. لسه الرز ما احمرش بقى، لسه شويه اما يحمر يبقى حلو. هنحط الرز الابيض معاه ونقلب بقى ونحط له كوبايتين ميه. هو الكيلو الرز بياخد كوبايتين ميه، والنص كيلو له كوبايه ميه. تمام كده. هنقلب بقى ببعضه ونسيبه بقى يتلدن براحته. والقوانص بتستوي هذا هنحط بقى الكبد. ما تستويش ما القوانص تستوي هنحط الكبد تستوي معاها، وبعد كده نحمرها بقى في الزيت اهوتي. تمام كده. الرز خلاص كده، الرز خلص. هنلدنه بس يتحط يتلدن بقى، نهدي عليها النار ونسيبه يتلدن بقى براحته. خلاص الرز كده المهم خلصت بقى يتلدن براحته كده، وبقى تتحطط له ملح وكل حاجه. ودي الفلفله خلاص اتحمرت اهي هنحدقها. ودي القوانص هنحط الكبد اهوتي، وبعدين هنحط لها نعمل لها شويه دقه بقى بالثوم دقه بالثوم والفلفل والكزبره والحاجات دي، ونقوم حاطينها عليها وشويه كزبره ناشفين كمان، شويه كزبره ناشفين في الاخر وانا بحمرهم. شويه الكزبره الناشفين دول بخلوا الحاجه في ناحيه تانية، بيبقوا طعم بخلي الريحه والطعم تحفه. خلاص كده الكبد والقوانص هنحط الزيت، نقطة زيت بقى نحمرها في الزيت، ونحط لها شوية كزبرة ناشفة وشوية كمون ونقطة فلفل مع بعضهم بعد ما تتحمر، وحتة تومة بقى زي دقة كده، وبقى تبقى مع نفسها بقى ما شاء الله، وحلاوتها بقى وطعمتها. الحتة بتاع الدقة دي بتخليها طعمها حاجة تانية بقى كده. هي الكبد والقوانص اهيتي ما شاء الله
خلصت اهيت بقى كده الوقت، والرز خلص اهوتي، وحدقنا الفلفله، وهنوريكم بقى هنغرف ونوريكم بقى الايه الغدا اهوتي. والفيديو كده قرب يخلص. وفيديو ماهوش طويل يعني، صغير صغير، وكله روتين على على قد الايد. دي الحاجات اهي الحل في الاخر اتحمرت اهي كده تمام. وهنعمل بقى نخلصها بقى، هي خلصت خلاص كده تمام كده. نغرف بقى الرز، وهنغرف بقى ونحط في الاطباق، ونوريكم بقى السفرة بتاعتنا بعد ما تخلص للأكل. وكده تمام، ونشوفكم كده إن شاء الله في فيديو آخر إن شاء الله. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ونشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله. بترككم في رعاية الله وأمن. باي باي، مع السلامة يا حبايبي، وما تنسوش تشتركوا في القناة. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. باي باي.